قبل حكم محمد علي للسودان كان بيتم الفصل في النزاعات فيها من خلال الأعراف والعادات والتقاليد القبلية. وبعد ما أصبحت السودان ومصر جزء من الدولة العثمانية أصبح القانون العثماني هو المطبق في الفصل بين النزاعات. من إصلاحات محمد علي القضائية في السودان إن هو عين على كل مديرية قاضي، ولكن كانت سلطته محدودة. أما رئيس القضاء هو كان صاحب السلطة النهائية في البلاد. بعد ما فهمنا يلا بينا نثبت المعلومة. في الإصلاحات القضائية هنلاقي إيه؟ قاضي لكل مديرية يحكم بإيه؟ بالقانون العثماني، أحكامه محدودة مش نهائية. رئيس قضاء هو اللي إيه؟ حكمه نهائي من بعد إيه؟ فصل نزاعات جنب الأعراف، عادات تقاليد قبلية.